هو من التدريبات اللي كنا عملناها برضو، انت لما هتهندل نفسك هتعمل ايه؟ يعني هو فعلا الناس بتعمل دايت وبرضو عايزين يحطوا التاتش بتاعهم، ودي طبيعتنا يا جماعه. بس الفكره بقى الناس اللي عندها معلومات غلط، عشان كده يمكن دي رابع حلقه لينا. الاول بدأنا ماشي يا عم افهم انت بتعمل ايه، عشان لما تهندل نفسك يبقى عن معرفه، ما يبقاش ان انت النهارده لا انا شلت كذا. يعني في ناس اصلا لا هي ماشيه كيتو ولا ماشيه بالانسد ولا ما تفهم، يعني يقول لك ايه الفاتس، وطبعا النقطه دي هنتكلم عليها بعد شويه، هي الفاتس اللي هتخسسني. لا يا عم مش الفاتس اللي خسستك، السعرات ان انت خدت كفايه جسمك. فيعني يمكن حتى كان من الحاجات بقى المهمه قوي، انت النهارده معلوماتك ايه، او ايه الاخطاء اللي عندك المعرفيه اللي ممكن تخليك اما تحط التاتش بتاعك. عشان كده الدكتور لك بص اللي قايل لك عليه ده تعمله زي ما قلت لك بالظبط، ما تعملش اي حاجه. فدي من الحاجات المهمه جدا اللي هي المعرفه، ويمكن احنا يعني اتكلمنا عنها في 3 محطات اللي فاتوا. بس يا دكتور معلش برضو، يعني دكتور احمد مع احترامي للكارب واحترامي للكلام ده كله، حضرتك بعد ما ربنا بيتوب علينا من ادمان العيش يجي دكتور احمد يقول باجر كله اكلكم العيش تاني المخدرات. بس يعني انا يعني بهندل الموضوع بس عشان انا خايفه على الناس. معلش يا دكتور ماشي. بقول لهم شوف اي حاجه كارب تاني بعيد عن العيش. لا العيش لما بيخش البيت يا دكتور بيعمل مشاكل. يعني لا فعلا في ناس فعلا البقسماط والحاجات والقراقيش دي مش ممكن تعمل قلق. والله يعني هو الفكره، انا طول ما انا ملتزم بنسبه الكارب بتاعتي ونسبه الكالوريز بتاعتي انا مش هلتزم يا دكتور. مش هنتطفس. فطيب لو حاسس ان ده هيفتح عليك باب في بدائل تانية. بس الفكره ان يعني احنا خلينا نتفق ان احنا شعب اهم مصدر للاكل بتاعنا العيش. حتى ما بتهزر معاه تقول له يا عم كل عيش، او واحد فاهم يحصل مشكله مع مراته تقول له كل عيش، صح؟ يعني الحاجات دي بتحصل معانا. فبالتالي احنا بالنسبه لنا العيش ده اهم حاجه. فانا لما اقول لك لا خلاص بلاش العيش خالص، انت هتاكل شوفان وهتاكل بذور الشيا، طبعا الحاجات دي زي الفل كويسه جدا، ومعظم الرياضيين هم مش ماشيين على الاصناف دي. بس لكن انا اشيل لك صنف زي العيش، طب ما انت هتيجي في يوم هتتزنق وهتاكله وهتحس ان انت بتأنيب الضمير ان انا واكل عيش، ده انا اكلت عيش فمش هاكل 3 ايام عشان رغيف العيش اللي انا اكلته ده. لا انا ممكن احسسك ان انت علاقتك بالعيش تبقى علاقه صحيه مش علاقه مرضيه، ان انت حاسس ان ده ذنب انت بتعمله، وبعد الذنب ده ما بتعمله بتحس ان انت عايز تكفر ذنبك ده ان انت هتصوم 3 ايام قدام.